ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض شويه كحك كده دايبين زي السكر بالظبط. طبعا الكحك هش جدا وده يدوب كده، مش محتاجين اي حشوات ولا اي حاجه، بس احنا اللي حابب يحشي يحشي. والاهم من كل ده ان هما بقيت ست الحبايب هنشتغل حاجه العيد كلها، او يعني النواعم بتاعه العيد كلها دي يكون نوع كويس، او دي اللي هو خاص بالنوعم العيد، يعني الكحك والبسكوت، دي الكحك والبسكوت وكده، او دي متعدد الاستعمالات بس يكون درجة كويسة عشان يدينا نتيجة حلوة. وطبعا لو في دقيق من دقيق الغلة وما يكونش فيه عرق جامد نشتغل بيه علشان ما يكونش جلوتين معانا وتعمل عجينة مطاطية. احنا عايزين كل النوعم تقطب معانا كده وتدوب في البق الدوبان. هنعمله 10 كيلو من الدقيق و5 كيلو ونص من السمنة، 2 ظرف بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من الملح، كيلو سكر بودرة، 2 كيلو إلا ربع من الحليب أو اللبن أو المية حسب نوع الدقيق ما يقبل معانا سوائل، 10 ظرف فانيليا، كوباية ونص من السمسم المحمص. هنضيف كل المكونات الجافة على الدقيق. بعد كده ننزل بالسمنة. السمنة يفضل ان هي تكون باردة بدرجة حرارة المطبخ، بس احنا عشان دي سمنة بلدي كنا بنسيحها فسيبناها تهدى بس شوية كده، وبعد كده نزلنا عليها بالدقيق. مش عايزينها ان هي تعمل التش ده بقى، احنا عشان خاطر يكون خفيف على المعدة كده هنعمله السمنة بتكون فترة كده. ولو وقتنا كان يسمح كنا سيبناها لما بردت خالص، بس الوقت كان ضيق. بعد ما بسينا كده الكحك بالسمنة بقى شبه الرمل المندي كده، هننزل عليه باللبن ونفضل نعجن كده ونلف بأطراف الأصابع. مش عايزين نلت كتير علشان خاطر ميكونش معانا عرق ويبوظ مننا، ونسيبه يريح بس على ما احنا نجهز الحاجة اللي احنا هنشتغل بيها. الكحك في البيت يعني ان احنا نلعب في العجين ونفرح الاولاد ونفرح احنا كمان. هنشكل اشكال كتير. في الاول كده هنحشي كام صاج كده من اللي هو الكور الصغيره دي، نكور واحده كده ونعمل فيها تجويف في النص ونحشي فيها الملبنايه، طبعا 50 ايد شغاله. وبعد كده ننقشها باي شكل احنا نحبه. النقشه دي فن يعني كل واحد بيحب يشتغله. بعد كده هنعمل الشكل التاني اللي هو المدور ده او اللي شبه الاسواره دي، وبعدين ننقشه برضو ده من غير حشو. بعدين هنعمل الكحكاية اللي شكل التعبان، الكحكاية الملفوفة على نفسها نخليها رفيعة خالص ونلفها على نفسها بالشكل ده برضو من غير حشو. بعد كده هنعمل شكل الضفيرة، هنرول قطعتين من العجينة كده رفيع قوي. بعد كده نعمله كأنها ضفيرة، ناخد 3 أجزاء منها نعملها عكس بعضها كده، وبعدين ناخد 3 أجزاء منها ونعملها كأنها ضفيرة كده منضفر. بعدين نقطع الجزء الرابع اللي احنا مش محتاجينه ده. طبعا التسوية بيكون الفرن بنحمل الفرن قبلها بشوية قبل ما نحط اي صاج، ونخليه على درجة حرارة متوسطة. هنعمل بعد كده الشكل اللي هو الشكل القراقيش سواء محشية او سادة. هنمسك العجينة كده نعملها رول، ونكون عاملين قطعة ملبن على قدها رول برضو، نحشي فيها الملبناية بالشكل ده ونقفل عليها كويس. اهم حاجة ان احنا نقفل كويس عشان الملبناية ما تطلعش في السجون. ونظبط العجينة بالشكل ده ونرولها على سمسم محمص برضو. بعدين نجيب القطاعة بتاعة القرايش دي ونقطع بيها الحجم اللي احنا بنحبه. بتكون مقطقطة كده وشكلها جميل قوي، مش محتاجة لا شاي ولا اي حاجة معاها، تتاكل لوحدها كده بتدوب في البق برضو ذوبان من نفس العجينة. ولما نخلص رص كل السجان اللي معانا حتى لو باقي معانا عجين نبدأ نخبز اول صاج احنا رصيناه. النار عندي بتكون متوسطة من تحت بالنسبة لفرن الغاز، والشعلتين اللي فوق على الهادي خالص خالص شمعة. وبالنسبة لفرن الكهرباء او فرن البوتاجاز، الفرن الكهرباء برضو ما نولعش من فوق، نولع من تحت لحد ما تتحنى معانا الكحكاية كده من تحت. ممكن نشغل معاها المروحة برضو بتكون على درجة حرارة 180. والفرن البوتاجاز نفس الكلام 180 نار من تحت بس، ونشغل المروحة. الكحكاية هتاخد لون موحد وتتحنى من تحت ومن فوق وتبقى جميلة جدا. كحك دايب ذوبان مش محتاج اي كلام ولا اي تفاصيل كتير، هو بيتكلم عن نفسه. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.